اللي في الصورة ده دلوقتي واحد من أهم رؤساء العالم، واللي جنبه دي والدته، واللي حصل لها موقف لو ما كانش حصل ما كانش الرئيس ده هيتولد أصلا. بداية الحكاية كانت في 17 أكتوبر سنة 1911 لما اتولدت شلوموفا في أسرة فقيرة بتشتغل في الزراعة، ولما وصلت لسن 17 سنة اتجوزت واحد عسكري في البحرية وخلفت شلوموفا ابنها الأول أوليج اللي توفى وهو صغير، وبعدها جابت فيكتور اللي أول ما اتولد قامت الحرب العالمية الثانية فاضطروا يسيبوا بلدهم ويروحوا لمدينة تانية. وفي الوقت ده اتصاب جوزها واتنقل للمستشفى، فاضطرت شلوموفا تصرف على نفسها هي وابنها، فاشتغلت شلوموفا خياطة وبقت تعمل جوانتيات للعساكر اللي بيحموا المدينة عشان يقدروا يتحملوا البرد. وللأسف فقدت ابنها فيكتور بسبب مرض الدفتريا، وعشان تكمل معاها الدولة خدت كل اخواتها في الجيش عشان يحاربوا. وفي مرة أغمى عليها والجيران افتكروا إنها توفت فقاموا شالوها هيلا بيلا وحطوها مع اللي هيدفنوا جماعي. بس بعد كام دقيقة حد سمع صوتها وأنقذها، ويقال إنه جوزها هو اللي سمعها ونقلها للمستشفى عشان بعد فترة قصيرة يجي الابن الثالث اللي معاها في الصورة، واللي حكى القصة كاملة في جريدة راشن بيونير سنة 2015، واللي يبقى دلوقتي الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا. قولي بقى كنت تعرفه ولا لأ؟